ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو جبار. فيديو النهارده بقى مليان بقى، انتوا هتشوفوا، انا مش هكمل لكم، انتوا هتشوفوا انتوا كده واحكموا. انا النهارده كنت رايحه عند امي، تمام؟ اذ فجأة لقيتها بتعمل ايه؟ بتعمل، خمنوا، ها، يلا خمنوا. برافو، محشي. دي تغذية المحشي. حلو الكلام، حلو الكلام. تغذية المحشي بتاعتها عايزه اقول لكم، وانا بقول لك يما، ها، انت تغذية المحشي بتاعتك اسطوره، اقسم بالله اسطوره. ما فيهاش اي افتكاسات. يعني عارفه انت تسمعي الفيديو ده وانا عارفه انت تسمعيه. المهم تجز... عادي بتخلط البصلايه وتحط عليها حبه زيت حبه سمنه وتقلبها وتروح حاطه عليها، وتروح جايبه التوم ضرباه مع الطماطم وتروح حطها عليها. النفس بقى، ها، هنا النفس بيقولوا عليه النفس في المحشي وفي الاكل عامه، يعني حاجه كده عظمه. وبعد كده بعد ما التقطيعه اتسبكت، وطبعا بتحط مرقه دجاج، راحت حط عليها الرز وحط عليها الشبت. حلو الكلام، حلو الكلام. وطبعا كانت سلقه المحشي كرنب يعني، تمام. والمهم ايه، خلصنا كده الخلطه بتاعت الرز وتوابل بقى وملح وظبطتها. وبعد كده بقى قعدت اقطع لنا في الورق، وانا واختي قعدنا نحشي. هي تقطع واحنا نحشي. المهم عايزه اقول لكم ان هي عليها، انا بقول لك من هنا اهو، ان انت عليك حبه محشي، اقسم بالله انا ما بعرف اكلهم في حته ولا من ايدي، ولا بعرف اكلهم من حد، شهاده لله. وانا عارفه ان انت هتسمعي الفيديو ده. انت عليك حبه محشي، ما شاء الله عليكي، 5 عليكي. تسلم ايدك يا رب ويخليكي لينا وما نتحرمش منك ابدا يا ست الكل. المهم كانت عامله لنا بقى محشي وبط وفراخ ولسان عصفور، وكانت عايزه تعمل ملوخيه، بس انا قلت لها لا مش مشكله، عشان ايه؟ الاكل يعني ايه هيبقى كتير وكده وكده يعني. المهم قعدنا بقى كده ايه، قعدنا نحشي انا واختي زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهي قعدت تقطع لنا في الورق برضو زي ما انتم كنتوا شايفينها دلوقتي كده اهوت. وبس كده. ايه بقى اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل ان احنا قاعدين بنحشي اهوت. حلو الكلام، حلو الكلام. مين اللي بيحشي معايا؟ اختي اللي بتحشي معايا. حلو الكلام، حلو الكلام. بس هي طبعا ما بتطلعش على اليوتيوب، تمام. كده اهوت احنا خلصنا. عايزه اقول لكم بقى دي اسمها البطه او الوزه. المهم هي حاجه كده، ده قلب الكرنبويه. انا بحبه موت، انا بعشق القلب الكرنبويه ده. بروح جايباه كده، برضو امي كده زمان كانت بتعمله لنا كده، وانا بحبه قوي قوي. واروح حاطه فيه حبه الرز وبروح ايه، مغطيه بالورق زي ما انتم شايفين كده اهوت اهو. عايزه اقول لكم بتبقى حاجه كده عظمه، حاجه كده فخر من الاخر. تاكليها كلها كده سبحان الله، بيبقى من نفس المحشي بس حاجه كده ما شاء الله يعني. زبده كده بتاكليها بتبقى انا عن نفسي ببقى مستمتعه قوي كده، انا بحبها. المهم عملنا الاتنين دول كده اهمت. انا خدت واحده وابويا خد واحده اهو. بصوا حاجه كده، بصوا تحفه تحفه. ابقوا اعملوها وجربوها. ويا سلام بقى كمان لو جبتوا قرنين فلفل كده ورحتوا ايه حاشينهم ورحتوا حاطينهم على وش حله المحشي كده، بيخلوا ليه ريحه تحفه. رحت كده مفحفحه، هو ما شاء الله يعني كانت ريحته مفحفحه جدا. وعايزه اقول لكم ان هي ما بتعمل، والله العظيم انا مش بلاحظ ان هي بتعمل افتكاسات بقى وتقعد تحط مش عارفه ايه وايه والكلام ده كله. عايزه اقول لكم ان هي يعني بص، عادي جدا. هم حبه البصل على حبه طماطم على حبه بس سبحان الله كده زي ما بيقولوا كل واحد وليه نفس. هو نفسها ما شاء الله عليها يعني. ربنا يخليها لينا يا رب. حبيبتي يا امي، ببعت لك البوسه دي من مكاني هذا. انا قايله تسمعي الفيديو ده عشان هشكرك فيه جدا. انا ما قلتش ان انا اشكرك فيه، قلت لها اسمعي الفيديو ده. ده ابني كده كان جعان، فالمهم يا حبيبي احنا هنزود المحشي اهوت وهناكل. قال لك لا انا عايزه اروح اجيب الاندومي ده. المهم ده كده اهوت. بصوا مش عارفه، انا ما بحبش الاندومي، ما بحبوش. انا بحب يعني ما بحبش اجيبه لهم اصلا كمان. بس هما كانوا شبطانين بقى فيه. فالمهم ايه، هو راح جاب العلبه دي كده اهيت. اول مره اشوفها بصراحه العلبه دي. انا اصلا مش من هواة الاندومي خالص، انا ما بحبش الاندومي. يعني والظريف اللي فيه ان هو جاي معاه المعلقه دي كده بتبقى قطعتين وانت بتركبيها. ده اظرف حاجه يعني. لو انت مثلا ايه في مكان ولا كده ورحتي جايبه علبه الاندومي دي وانت جعانه ومعاكي الشوكه كده وايه، والدنيا بتمشي زي الفل يعني. كده خلاص خلصنا حشو. وهنا بقى البطه والفرخه كانوا بيستووا. الشوربه بقى شويه شوربه زي الفل. الشوربه بتحط فيها ايه؟ الشوربه بتحط فيها حاجات كتير قوي: بصل، طماطم، ورق لوري، ورق لوري وفلفل اسمر وحبهان وقرفه وتاني وطماطم وشطه وحاجات كتير، تمام. بعد ما خلصنا كده اهوت قلت لها ايه، انا هروح الغيط عشان ايه،
اجيب حبه نعناع. تمام. فصورت لكم المنظر ده عشان في ناس بتحب الخضره والمناظر الزراعيه دي. فالمهم صورتها لكم كده اهيت. ودلوقتي احنا رايحين كده اهو في دي بقى، دي ملوخيه بس مش باينه ان هي ملوخيه عشان طبعا هي في اواخر الملوخيه خالص، فبتبقى ملهاش ملامح كده شويه غير من قريب قوي يعني كده. آه قلنا بقى نروح نجيب حبه نعناع، كنت عايزه ازرع نعناع، هزرعه ان شاء الله. بس المشكله بقى ان انا ما لقيتش. ده بقى ده فل ولا ياسمين؟ انا بتلخبط ما بينهم. ده فل، لا ده فل. ده فل كده اهوت، ريحته جميله قوي. قطفت حبه كده اهوت وقعدت بقى ايه اشم فيهم طول ما انا ماشيه. كان عندي شجره فل بس يا خساره نشفت مني. دي اختي برضو كنت رايحه انا وهي يعني. بصوا ريحته تحفه قوي. بصوا بقى المناظر دي، انا نفسي يبقى ليا بيت في الزراعه. نفسي افتح بلكونتي او شباكي والاقي كده خضره وزراعه وخضره، يعني حاجه خضره، اشجار بقى والكلام ده كله. ياه، عايزه اقول لكم ان المنظر لوحده بيدي طاقه ايجابيه كده رهيبه. ده كده كلب، انا بخاف من الكلاب بس ايه. مش عارفه، كانت حاسه غريب كل امر بنقعد يهوى عليا، المره دي ما هوهوش ليه مش عارفه. المهم كده خلاص احنا وصلنا عشان خاطر نروح نجيب النعناع من المكان ده. دي واحده كده احنا نعرفها. المهم لقينا النعناع زي ما انتم شايفين كده، مفيش نعناع. لان النعناع في عزه بيبقى حلو قوي 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 في الشتاء وقت البرسيم. تلاقوا النعناع كتير واخضر وحلو يعني، ورقته كبيره وكده. لكن دلوقتي لقينا النعناع مفيش يعني نعناع. المهم لفت انتباه حضرتي شجره الجوافه دي. كنت مصورها لكم السنه اللي فاتت، كنت مصورها السنه اللي فاتت. فبصوا بقى الجوافه هنا عامله ازاي، الشجره ما شاء الله يعني مليانه جوافه. بس لسه قدامها كده قولوا مثلا شهر وثلاث اسابيع لحد لما ايه تستوي كده وتكبر وتستوي وتصفر كده تبقى حلوه. وهروح برضو هصور لكم فيها. ودي كده باميه. دي زرعه الباميه يا جماعه، الناس اللي ما تعرف هوش. والشجر ده شجر موز. يبقى فيه بس ما فيهوش دلوقتي موز، هو دلوقتي ايه شجره الجوافه هي اللي طالعه اهي. بصوا في واحده هنا جبتها كانت ايه، انا نفسي راحت لها وهي خضره كده اهي. بصوا نفسي راحت لها وهي خضره كده. فالمهم رحت اطفى دي كده، هي كانت ايه، كانت تلات ارباع، كانت نص سوا تلات ارباع سوا حاجه كده. اهو بصوا الجوافه ما شاء الله شكلها حلو قوي. هروح ان شاء الله اصورها لكم وهي مستويه جميله كده. خلاص بقى ايه واحنا راجعين. صورت لكم ده الذره بعد ما نشف. يعني ايه هو بعد ما نشف اللي هو ما ينفعش خلاص بقى ايه ان هو يتاكل منه او نشوي منه. ده خلاص كده ايه ينشف يروح بقى للطيور بقى والحاجات التانية دي، اكل الطيور وكده يعني. في المرحله دي كده خلاص. بس خلاص المهم ان احنا المهمه بتاعتنا اللي احنا رايحين عشانها اصلا ما اتقضتش، اللي هي النعناع. وانا اصلا رايحه مخصوص عشان خاطر اجيب النعناع وما لقيتش نعناع. فزعلت بصراحه قوي لان انا كنت عايزه اجيب النعناع. فالمهم ايه كده خلاص احنا ايه كده مروحين اهوت في الطريق وروحنا. لقيت الحاجه ست الحبايب يا حبيبه يا حنينه، لقيتها كده زودت المحشي اهوت وحطها بقى على البوتاجاز وزودته عشان خاطر ايه احنا نيجي يعني نلاقيه استوى. فالمهم انا جيت لقيتها مزوداه كده، فالمهم رحت مصوراه وكده خلاص المحشي استوى. وطفينا عليه وحمرنا اللحمه. وهنحط بقى الاكل ايه، لا لسه مش هنحط الاكل دلوقتي، لا ده انا هعمل بقى ايه، هعمل لسان العصفور. تمام. بحب قوي قوي لسان العصفور جنب المحشي او الملوخيه جنب المحشي. عايزه اقول لكم المحشي ريحته تحفه تحفه ما شاء الله عليه، يعني الله اكبر اللهم بارك. المحشي ريحته حلوه قوي. بصوا عايزه انا بسجله كده على الفيديو وانا اصلا يعني ريقي بيجري عليا كده. جبت حته سمنه بلدي بقى وحبه زيت، حطيت حبه لسان العصفور وهحمر بقى حبه هحمر بقى حبه لسان عصفور كده لحد لما يحمروا، واروح مزودهم شوربه واظبط بقى الملح بتاعهم واحط في حبه فلفل اسمر. لسان العصفور بيحب الفلفل الاسمر قوي. احط حبه فلفل اسمر وخلاص كده. لسان العصفور اسهل ما يمكن، اسهل حاجه جد يعني، اسهل حاجه واحلى حاجه تعملها جنب المحشي. طبعا البوتاجاز بقى يعني بص بقى متنيل خالص بقى من المحشي ولسان العصفور واللحمه والشوربه والكلام ده كله. طبعا انا مش هسيبه كده. كده زودت بقى بالشوربه اهو. طبعا في لسان العصفور نزود الشوربه فيه قوي لانه هو بيشرب الشوربه. يعني لو حطيته على قد زي مثلا الرز او كده ما بيشرب، وتيجي تلاقيه تعملي كده تحس ان انت محمره حبه مكرونه. لا لازم يبقى فيه حبه شوربه كده. وتروحي حاطه عصر عليهم بقى ليمونه كده جنب المحشي وحته اللحمه او البطه. ياه انا جحت.
ريق بيجي على ايدي طماطم كده من الشوربه عادي يعني، لو سيبناها مفيش اي مشكله خالص. انا ممكن اكلها اصلا، اطلعها من الشوربه هي والبصله واكلها عادي، ما عنديش اي مشكله. خلاص بقى خلصنا كده، لسان العصفور استوى والمحشي استوى واللحمه اتحمرت، اللحمه اللي هي الفراخ يعني والبط. حمرنا البطه والفرخه لا ما حمرناش، عشان في ناس بتحب المتحمر وناس ما بتحبش المتحمر. كده انا خدت واحد بقى ايه، اعمل عليه تيست بقى كده، ما مش هينفع الضرافه كده وما اخدش. عايزه اقول لكم طعمه بقي، طعمه بقي يعني. انا دلوقتي بقى روحت وبسجل، فطعم المحشي بقي. المهم نبدا بقى نحط بقى ايه في الوقت ده. كده كان ابويا جه من الشغل، حبيبي حاج برضه يسمع الفيديو. دي ورقه لورا اهيت. هبدا بقى ايه، نبقى نغرب بقى ونقعد بقى ناكل. بتغرفي من الطبق ليه؟ عادي يعني، بحس ان المغرفه صغيره فبغرب بالطبق كده ايه اسرع يعني، عادي يعني طبعا مش هيعيط. غرفت كده لسان عصفور. هبدا بقى دلوقتي ايه، حطيت شويه دول كده لبنه في الطبق اللي هو المسلطح ده. ده بيتحط فيه لسان عصفور عشان خاطر يبردوا بسرعه يعني. فاهميني فاهميني طبعا. هقرب بقى هنا بقى المحشي. اوبا قلبي بيغسلني من جوه. المحشي ده بصوا بينزل في القلب، في القلب على طول يعني، مش محتاج ان هو، لا بينزل في القلب. طلعت بقى البطتين ولا الوزتين، وامي جت خدت صباعه كده وقلت لها انت بتاخدي ليه؟ خدت بقى، رحت بقى مطلعه الوزتين كلها او البطتين على جنب عشان خاطر يبقوا باينين، وهبدا بقى اصب بقى هنا المحشي بقى كده. اوبا تسلم ايدك يا انا، لا تسلم ايد الكل طبعا. غرفت بقى كده اهو في الطبق. كان نفسي اغرف على صينيه كبيره، بس الصينيه مش عارفه كان عليها ايه. المهم يعني غرفت الطبق الكبير ده. بس خلاص ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. كان في حاجات تانية كنت عايزه احطها في الفيديو ده، بس الفيديو ده عايزه اقول لكم ان هو عدى ال 14 دقيقه، فهيبقى طويل جدا 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 جدا. فهصورها بفيديو تاني ان شاء الله برضو وانا هناك. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون ما تنسوش المخلل طبعا، لسان عصفور ومحشي ومخلل ولحمه. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.